صباح الخير يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ولسه يا جماعه ببدا معاكم الفيديو. شوفوا لي اللي حصل. عارفين لما تبقوا صاحيين وعارفين ان النهارده مش يومكم، عادي هنتعامل وهنمسح اللي واقع ده وهنكمل عادي خالص. جبت بقى منديل مبلل والحاجات اللي زي دي، ملح مثلا، بهارات، اي حاجه بتقع على الرخامه انا بلمها بمناديل مبلله، بتبقى اسهل من ان انا المها بفوط المطبخ. بعد كده انا هنا كنت بعمل، نسيت اقول لكم الكلام خدني ونسيت اقول لكم ان انا كنت بعمل ايس لاتيه. هنا حطيت كيس اللاتيه اللي انا كنت وريته لكم في المشتريات، وحطيت عسل. اي حاجه ايس دي يا جماعه انا ما بحطش عليها سكر، لانه السكر ما بيدوبش خالص وبيخرز تحت، فلما باجي اشفط بالشاليمو السكر بيجي تحت اسناني، ودي حاجه بجد بشعه واحساس بشع. المهم حطيت عسل وحطيت كراميل وحطيت كيس فانيليا وحطيت شويه كريم شانتيه، وبعد كده بقى احط شويه لبن وهضرب ده كله مع بعضه بالمضرب كويس قوي قوي، علشان كل حاجه تختلط مع بعضها وما يبقاش في حاجه باينه. هنا بقى كنت بحاول اخلط بالمضرب، المضرب مش راضي خالص يضرب اي حاجه. برضو قلت يمكن مخلص شحن، فجبت الشحن وحطيته فيه وقلت اضرب، برضو مش راضي يضرب اي حاجه. فهو اليوم بيبقى باين من اوله يا جماعه، واليوم النهارده مش من احسن الايام. يعني في ايام كده الواحد بيبقى صاحي فيها عارف ان اليوم النهارده مش هيبقى كويس ومش هيبقى متظبط، وحصل مواقف كتير قوي في اليوم. المهم فانا قلت خلاص، يعني شلت المضرب وسبته يشحن على الشاحن، وقلت خلاص استخدم المضرب الصغنن ده، ما مش هوقف نفسي، هعمل فطار يعني هعمل فطار. المهم انا ما شاركتكوش فكره الفطار قوي من زمان، فقلت اعمل معاكم النهارده. بدات بقى اضرب بالمضرب الصغير ده، وانا كنت شاريه المضرب ده وانا مش عارفه استخداماته ايه. الحمد لله لقيت له استخدام. اشتريته بس لمجرد انه شكله حلو، يعني ما كنتش عارفه انا هستخدمه في ايه. حطيت بقى تلج، وانا بحط اكسترا تلج، بحط تلج كتير قوي. حطيت لبن وبس. عندكم احلى ايس لاتيه في الحياه. عملت بقى سندوتشاتي. انا من زمان يا جماعه ما شاركتكوش الفطار، يعني خلاص رمضان جه وبطلنا نعمل الحركه دي، فانا عملت السندوتشات اللي كنت بعملها من زمان قوي معاكم اول ما فتحت القناه، اللي هو توست وجواه جبنه رومي، وبعمله في الساندوتش ميكر هنا. بس كده هقفل بقى وهاخد فطاري ده وهفطر، وبعد كده نشوف اليوم ماشي ازاي. من الحاجات بجد اللي بتحسن نفسيتي لو انا متضايقه او اليوم حاساه مقفول عندي، انه انا اصحى ابخر البيت. دي حاجه بتحسسني براحه، وطول ما انا قاعده بكون شامه ريحه حلوه، فدي حاجه بتفرق قوي قوي في نفسيتي. تعالوا نعمل طريقه بط خطيره يا جماعه. البط معروف ان هو بيتسلق بس، ولكن انا من الناس اللي ما بتحبش خالص تسلق البط وتحمره، وبحس كده الطريقه مش ما بتبقاش حلوه، والطعم البط ما بيبقاش متبل او بيبقى طعمه حلو. فانا هعمله النهارده معاكم بطريقه تحفه. اول حاجه علشان نبدا على نظافه، لازم يا جماعه البط يكون مغسول ومتنضف كويس قوي، لان البط بطبعه اصلا فيه ريحه زفار، بيبقى فيه ريحه زفار. فلازم اول حاجه في الوصفه ان البط يكون متنضف كويس قوي. وانا عشان اتاكد من نظافه البط، فانا عملت لها محلول نقع وحطيته فيها من امبارح بالليل في التلاجة. هحط لكم على الشاشه مكونات محلول النقع، وبتسيبوا البط فيه ليله 2 3 براحتكم خالص، طالما هي في التلاجة مش بيحصل لها اي حاجه. ومحلول النقع بيطري اللحم بتاع البط معانا. فزي ما انتم شايفين البطه ولا غلطه، نظيفه قوي قوي، وانا غسلتها كتير قوي بجد، يعني قعدت اغسل فيها كذا مره، حتى بعد محلول النقع انا غسلتها برده. يلا بينا بقى يا جماعه نبدا في الغدا. وزي ما قلت لكم هعمل النهارده بط بطريقه مختلفه، وانا من الناس اللي لما بتتضايق بحب احط طاقتي في الاكل، يعني وانا متضايقه على فكره بعمل اكل حلو قوي. فانا النهارده زي ما قلت لكم اليوم ما كانش متظبط وما كانش احلى حاجه، فدخلت على طول المطبخ وقضيت 3/4 اليوم في المطبخ بعمل اكل. المهم تعالوا اقول لكم على طريقه البط دي. انا حطيت بصل متقطع جوليين او اي تقطيع انتوا تحبوها، طماطم مبشوره حوالي حبايتين طماطم مبشورين، حطيت شويه دبس رمان بتدي طعم حلو قوي قوي للبط، وحطيت معلقه صلصه عشان تدي لون كويس للبط، وشويه خل، وعصرت زي ما انتم شايفين ليمون. وبعد كده حطيت البهارات، وانا ما كترتش بهارات، وده السر يا جماعه في الاكل المظبوط، ان انتوا بجد ما تضغوش على طعم الحاجه او طعم اللحمه او طعم الطيور بالبهارات، طالما انتوا متاكدين من نظافه اللحم ومتاكدين من نظافه الطيور. الناس اللي بتكتر بهارات في الاكل دي او على اللحوم بالذات بتبقى مش واثقه ومش ضامنه في نظافه حاجتها، فبتداري الزفاره او قله النظافه بالبهارات. المهم انما احنا حاجتنا نظيفه، شايفين البطه نظيفه قوي قوي، فانا ما بحطش بهارات كتير. البهارات اللي انا حطيتها قرفه وملح وفلفل اسود وكمون بس، ما حطيتش اكتر ولا اقل، وحطيت حبهان.
خلاص بقى دعكت الخلطة كلها مع بعضها، وبعدين جبت البطة وجبت السكينة وهبدأ أعمل فتحات كده في الصدر بتاع البطة، لأنه حجمها كان يعني كبير نوعا ما. هي مش باينة في الكاميرا قوي، لكن كان حجمها كبير نوعا ما، فقلت أفتحها كده علشان اللحم بتاع البط ياخد من التتبيلة. بدأت بقى أدعك البطة بكل التتبيلة اللي عندي كويس قوي قوي، وكنت زي ما انتم شايفين أنا بفتح الجلد بين الجلد واللحم، وبحط برده التتبيلة وتبلتها كويس قوي قوي. وزي ما قلت لكم أنا مش هسلقها، أنا هحطها في كيس حبايب زي ما انتم شايفين. ده نوع الاكياس الحقيقيه اللي انا استخدمتها، وهي الاكياس الحقيقيه في منها مقاسات، خدوا بالكم. يعني العلبه دي كان فيها 2 بس، علشان كده كل ما بيزيد عدد الاكياس كل ما مقاسها بيقل، انما هنا كان فيها كيسين بس ومقاس كبير، فاهمين؟ عشان هو العدد قليل فمقاس الاكياس كان كبير قوي. فانا جبت الصينيه وحطيت الكيس الحراري وحطيت فيها البطه، وبعد كده هحط باقي التتبيله كلها على البطه، وهقفل الكيس الحراري كويس قوي. خدوا بالكم الاكياس الحراريه دي بيجي معاها في نفس الكرتونه اللي بتيجي فيها، بيجي معاها زي شريط كده، هو ده اللي انتوا بتربطوا بيه الاكياس الحراريه. هبدا بقى خلاص دخلت التتبيله كلها، هبدا بقى خلاص الف الكيس كويس قوي قوي علشان اربطه. هو مش راضي يتربط هنا قوي، فروحت جايه لفاه، وبعد كده هربطه هيتربط معايا بالشريط اللي انا بقول لكم عليه ده. وهجيب سكينه وهفتح بس الكيس الحراري علشان ما يتفجرش في الفرن ويطلع السخونه بتاعته. هحط بقى كوبايه ميه في الصينيه عشان الصينيه ما تتحرقش من السخونه بتاعه الفرن. وانا قبل ما ابدا اصلا في البطايه خالص كنت مسخنه الفرن من قبل كده، يعني من قبل ما ابدا في البط بنص ساعه، علشان يبقى البطه بتعوز فرن ساخن قوي. شايفين ده شكلها لما طلعت؟ ده مبدئيا انا كنت لسه ما اعرفهاش استوت ولا لا، بس هي كانت استوت يعني. فانا كنت بشوفها اتحمرت ولا لا، وقلبتها على الناحيه الثانيه. هي اتحمرت من فوق من غير حتى ما افتح عليها الكيس الحراري، ولكن من الظهر لا ما اتحمرتش، فانا قلبتها علشان احمرها. ده كده شكلها بعد ما طلعت. ويا جماعه دي احلى مره انا اكلت فيها بط بجد، ومستحيل اسلق البط تاني او اعمله بالطريقه المعتاده. عملت مع البط ده ايه بقى عشان افرغ طاقتي اكتر؟ عملت محشي يا جماعه. انا من الناس اللي بتحب المحشي قوي مع البط، فعملت محشي وقدمته بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، زي ما المطاعم بتقدمها او زي ما الناس بتقدمها. حطيت المحشي في صينيه، ولكن كل واحد فينا يبقى يسقي براحته بقى في الطبق بتاعه. وظبطت كده رجل البط علشان يبقى شكلها حلو في التقديم. وبس ده كان شكل الاكل النهارده، والطعم والله العظيم خطير. جربوها زي ما انا عملتها بالظبط، مش هتندموا ابدا. وزي ما قلت لكم مش عشان انا اللي عاملاها، علشان الطريقه بجد. وخلصت وشطبت المطبخ، بس عملته عامله كويسه يعني، لان انا من ساعه ما عملت معاكم الفاهيتا وانا ما كنتش روقت المطبخ ترويقه كويسه، فانا روقته وهلبس وهنزل. ما اعرفش انا قلت لكم قبل كده ولا لا، انه انا يا جماعه لو متضايقه او صاحيه مثلا مش في المود او حاجه، ما بحبش اكمل اليوم كله في البيت، يعني ما بحبش اقعد اليوم كله في البيت. انا بخلص الغدا وبخلص واجباتي كزوجه وام، وبعد كده باخد بنتي وبنزل على طول شويه، بشرب اي حاجه بحبها، بشتري اي حاجه بحبها، فبرجع عندي طاقه وانرجي ان انا اكمل الايام الجايه، فاهمين؟ فانا دلوقتي لبست وهنزل خلاص، بس لبست زي ما قلت لكم بعد خلاص ما اتغدينا وخلصت المطبخ خالص، يعني نضفته كويس قوي قوي. وعايزه اديكم فيدباك سريع على طريقه البط اللي انا عملتها معاكم النهارده. تحفه تحفه، اقل ما يقال عليها ان هي تحفه، ومش عشان انا اللي عاملاها، عشان الطريقه بجد تحفه، احسن من ان احنا نسلقه. بقى دلوقتي علشان مش عايزه اتاخر بره، الساعه دلوقتي 4:30، فعايزه اجي قبل المغرب. يعني اقول لكم على حاجه قبل ما انزل، انه مش عيب يا جماعه ان احنا نكتئب، مش عيب ان احنا نزعل. العيب او الغلط انه احنا نسيب نفسنا للاكتئاب ونسيب نفسنا للزعل. فحاولوا كده لو حاسين باي طاقه مش كويسه. انا اصلا مش كويسه من بعد رمضان، يعني انا مش عارفه ارجع لحياتي الطبيعيه من بعد رمضان، فمش عيب ابدا ابدا ان احنا نتضايق ولا نزعل. العيب او الغلط ان احنا نسيب نفسنا للاكتئاب وللزعل. اتمنى تكونوا سامعيني، بس انا شكل رجلي كده هتاخدني على مول هنا انا بحبه قوي، بيبيع ميك اب وسكين كير وكده، فشكلي هروح عليه، يعني شكل رجلي هتوديني عليه. حاسه ان انا عايزه اشتري حاجات من هناك، وحاسه ان انا عايزه اروح، يعني مجرد ان انا بروح بس، حتى لو مش هشتري فدي حاجه بتحسن نفسيتي قوي قوي. وبعدين يا جماعه ملاحظين التطور؟ انا ماشيه في الشارع وبصور لكم عادي، يعني الناس بتبص لي دلوقتي وكاني يعني بتتكلم في نفسها، يعني بتعمل ايه دي بتتكلم في نفسها، بس مش مهم. المهم ان انا اصور لكم واشارككم الاجواء. ده التليفون على السترولر بتاع بنتي، طب والله العظيم احسن من الاستندات كلها اللي عندي بجد، والاضاءه هنا كويسه قوي، فقلت اصور لكم. انا يعني قدامي دقيقتين، هو المول مش بعيد قوي عن البيت، يعني حوالي 5 دقايق كده، فان شاء الله لما اوصل اعرف اصور لكم، لانه بجد في حاجات حلوه قوي قوي
فان شاء الله لما اوصل اعرف اصوره لكم واوريكم كمان حاجه من المحل حالا. معرفتش اصور لكم بصراحه، المحل كان زحمه قوي قوي فمعرفتش اصور. لما اروح بقى هوريكم انا اشتريت ايه. اللي انا اشتريتها سريعا، سوري لو الكادر مش متظبط بس انا خلاص يعني فرهدت قوي. الخروج مع الاطفال ده يعني اهانه. بصوا اول حاجه انا اشتريتها هو الكونسيلر ده من ساندرا. الكونسيلر ده انا سمعت عنه كلام كتير قوي 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 فقلت اشتريه، وانا عندي منه الفاتح. يعني انا كنت جايبه واحد منه كان فاتح قوي وده اغمق سنه، فانا همكس الاثنين مع بعض. تاني حاجه جبتها هي الفرشه دي. الفرشه ده شكلها كده، انا اسمع يعني ان الفرش دي بتنضف ولكن في نفس الوقت ما ينفعش نستخدمها على طول. بصوا هي الناحيه دي زي فرشه كده ناعمه قوي سيليكون، وفيها برضو دي، وفيها كمان الشكل ده، والناحيه دي بنحط بيها الماسك. يعني اي ماسك عندك بتفرديه بيها. فانا قلت اجيبها عشان لو حاطه ميك اب تقيل قوي وعايزه انضف بشرتي فاحط الغسول عليها واغسل بيها. بس هي ما ينفعش نستخدمها على طول، يعني احنا بنستخدمها مره كل اسبوع مثلا او مرتين بالكتير قوي. بعد كده اشتريت التو شيد دول من ليب جلوس ساندرا برضو. واحده الشيد دي على نوت شويه، والشيد دي على نبيتي شويه، فاهمين يعني على نبيتي شويه، على بيتال كده شويه. فانا اشتريت الاثنين دول. انا بحب الليب جلوس بتوع ساندرا وعندي منهم كتير قوي قوي، فقلت اجيب 2 كمان. بصوا انا قمت علشان اوريكم انا عندي قد ايه من ليب جلوس ساندرا، ولسه عندي تاني. وشايفين انا بخلصهم، يعني مخلصاهم كلهم من كتر ما هم حلوين قوي قوي، والبيجمنتيشن بتاعتهم كويسه. اخر حاجتين اشتريتهم، ودول الحاجتين اللي انا مش عارفه انا اشتريتهم ليه. اشتريت اول حاجه التوك دي، هي لولي كده. انا بحب اي حاجه فيها لولي، واي حاجه فيها لولي انا بشتريها حتى لو مش عارفه انا هعمل بيها ايه. واشتريت الرموش دي، ودي يا جماعه اقسم بالله 10 مره اشتري فيها رموش. مش عارفه ليه بشتريهم، ومش عارفه ليه بشتري اللي هي رموش اللي هي باي هير دي. مش عارفه، ما بحطش رموش ومش عارفه اعمل بيهم ايه. المهم ان انا اشتريتهم. اشتريت كمان الماسكارا دي بتاعت ام ان. انا عندي منها كتير ومخلصه منها كتير قوي، تقريبا الرقم 4 أو 5 منها. انا بحبها، بتبقى خفيفه قوي على رموشي، ما لاحظتش ان هي بتوقع رموشي فبحبها وبشتريها على طول. كمان سعرها رخيص قوي. بس كده دي كل الحاجات اللي انا اشتريتها. انا ما اشتريتش حاجات كتير قوي برضه. الهدف من النزول ان انا ما كنتش اشتري بصراحه، الهدف ان انا كنت افك عن نفسي وما اقعدش في البيت اسيب نفسي لاي حاجه مضايقاني. بصوا بقى اشتريت البتاعه دي، الكوفي شيك ده بتاع مزارع دينا. هحط فيه تلج دلوقتي وهشربه، وكده بالنسبه لي اليوم انتهى خلاص. هقفل معاكم الفيديو لحد هنا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.